جلايكوليتيك. جلايكوليتيك ده ممكن يكون ايروبيك او انيروبيك. في حرق تاني اسمه سي بي، وفي حرق تاني اسمه اوكسيديتيف. جلايكوليتيك ده يعني ايه؟ هو جلايكو جاي من جلوكوز، ليتيك يعني بيكسر سكر. فالرياضه اللي بتكسر سكر دي ممكن تكون بتكسر سكر بشكل هوائي ايروبيك او بشكل لا هوائي. سي بي ده اسمه كرياتين فوسفات. اوكسيديتيف ده يعني حرق دهون. تعالى بقى ايه ناخد حاجه حاجه ونفهم يعني ايه الكلام ده. انا دلوقتي التارجت بتاعي ايه؟ حسب التارجت، انا عايز اخس دهون مثلا، فانا عايز اخس دهون فاعمل ايه؟ فانا هحرق مفروض الاول حرق هوائي. طيب فالحرق الهوائي بيقول لي الحرق الهوائي هيبدا، انا عايز اصلا اوصل لايه؟ للدهون صح؟ بس انا هلعب شكل حرق ايروبيك. حرق مش لما حد عايز يخس بيلعب ايروبكس او زومبا او الكلام ده. هو اسمه ايروبيك ليه؟ لان انا بيعتمد على التنفس، فكميه التنفس وكميه الاكسجين اللي داخله جسمك في الوقت ده بتكفي عمليات الحرق. يعني انت عارف لما تكون بقالك كتير قوي ما اتمرنتش ولا بتعمل اي حاجه وزنك تقيل، طلعت السلم بتقطع نفس خالص. ليه؟ لان انت جسمك مش عارف يتنفس كويس، فمش عارف يعمل حرق هوائي كويس، فبيحرق حرق ايه؟ ليه؟ لان كميه الاكسجين اللي داخلالك في الوقت ده مش مكفيه عمليه الحرق. انت بتتنفس بس داخلك كميه اكسجين مش مكفيه عمليه الحرق، فبدل ما تحرق حرق هوائي بتحرق حرق ايه؟ لا هوائي. فحرق اللا هوائي ده يعني نشاط عنيف جدا. طبعا بتختلف على فتنس ليفل، يعني ممكن تتراوح من ان انت بتطلع السلم بس لشخص مفيش فتنس اصلا، لحد ما يكون واحد ايه؟ واحد زي الشاب ده لازم ايه؟ يعني يكون شايل مثلا، انت بتشيل العادي مثلا 50 انت جايب 100 وجبت بيه 6 عدات. بيختلف من الليفل حسب الايه؟ الفتنس ليفل اصلا بتاعك. فعشان تخش في ده بيختلف من شخص لاخر. تمام؟ طيب هو التمارين عامه في منها حاجه اسمها انديورنس وحاجه اسمها سترينث او باور. يعني في تمارين تحمل وتمارين شده او قوه. تمام؟ انا التارجت بتاعي ايه؟ اخس، فانا المفروض اعمل ايه؟ تحمل، فبعمل نشاط متوسط لفتره طويله. فالنشاط المتوسط فتره طويله ده بيحرق حرق، فكميه الاكسجين داخلالي مكفيه عمليه الحرق لان انا مش محتاج حرق كتير قوي، فبالتالي بحرق حرق هوائي. ببدا بده بعدين بخش على ايه؟ وعلى ده. ففي الحاله دي لو انا بحرق دهون انا عايز احرق اشغل الاثنين دول اللي هو ايه؟ ببدا، ما هو احنا حرق الدهون بياخد وقت شويه. فانا بقول لك مثلا مثلا انا لو انا بحرق دهون هتلاقي الايروبيك بدا معاك، بعدين لما بيطول هو بيخلص خلاص او بيكمل بفتره صغيره قوي. بعد كده الاكسيديتيف ده بيبدا بعديه شويه وبيطول. يعني في الاول بعتمد على شويه السكر. جلايكوليتيك يعني ايه؟ سكر، بحرق سكر لحد اما شكل الاكسيديتيف ده يبدا. هيبقى الاثنين ماشيين بالتوازي، بس الاكتر مين؟ طول ما تطول فتره يبقى ايه؟ انت اوكسيديتيف، يبقى انت بتحرق دهون اكتر. وحسب معدل ضربات القلب بالظبط. تمام؟